السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. ان شاء الله هنعمل النهاردة زيت لإطالة الشعر، لتنعيم الشعر، لتغذية بوصلات الشعر وإسراع نموها، للقشرة، للفطريات والبكتيريا للشعر، يعني زيت كامل متكامل ان شاء الله. النهارده هنعمله مع بعضينا. هنعمله من ايه؟ هنعمله من نواة البلح ان شاء الله. بس قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ده نواة البلح، ده مغسول ومتحمص. هتحمصيه ازاي؟ هتحط بعد ما تغسليه وتنشفيه، هتحطيه في الفرن البوتاجاز او على البوتاجاز من فوق في طاسه وتقلبي فيه، تحمصيه مش تحرقيه. متحمص بالشكل ده، ولما الطحن هيبقى بالشكل اللي موجود اللي جنبه ده. نواة البلح معروف فوائدها. ده كده مطحون نواة البلح. نواة البلح من كتر فوائدها الخارجية والداخلية فوائدها عظيمة، فوائد لا تعد ولا تحصى. وكمان هنحتاج حبة البركة، وزيت ده زيت عباد الشمس او زيت دوار الشمس. ليه خدنا زيت دوار الشمس؟ ممكن ناخد زيت زيتون او اي زيت تاني، او ممكن بس زيت دوار الشمس بياخد خصائص اي حاجة تتحط عليه، يعني خفيف فبياخد اي خصائص تتحط عليه. حبة البركة ومعروفة جدا 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 فوائد حبة البركة لقشرة الشعر، لسرعة النمو، لانها مضادة للاكسدة، فعشان كده تشيل القشرة وتشيل الفطريات والبكتيريا الموجودة في الشعر. زيها بالظبط نواة البلح. هناخد من نواة البلح معلقتين كبار، انا هجيب معلقة صغيرة فما يعادل بمعلقتين كبار، عايزة اكتر عادي على حسب كمية الزيت اللي هتستعمليه. خدنا معلقتين كبار من نواة البلح، هناخد معلقة كبيرة من حبة البركة المطحونة. عندك مطحونة ماشي، ما عندكش مطحونة هتحطيها حب مفيش مشكلة. هنحط عليها زيت الخروع، وفوائد زيت الخروع كتيرة جدا جدا جدا، هنقولك بعضها. زيت الخروع يحفز نمو الشعر، ويعالج قشرة الشعر والتهابات فروة الراس، ويعالج جفاف الشعر وتساقطه، يحارب علامات الشيب او الشيب المبكر، يزيد في نمو الشعر ويزيد من كثافته، لانه يحتوي على فيتامينات كثيره منها فيتامين اي اللي هو مضاد للاكسده، وحمض الريستولوليك منشط للدوره الدمويه، ومجموعه الاوميجا المختلفه زي اوميجا 6 واوميجا 9، وبعض الاحماض الامينيه المختلفه فيه. ده بالنسبه لزيت الخروع. هناخد كمان زيت جوز الهند، نفس الكميه هنحطها من زيت الخروع، هنحطها من زيت جوز الهند، هنحطها من زيت اللوز الحلو، كلها نفس الكميات. هنقولك بعض من استخدامات زيت جوز الهند للشعر. يمنع فقدان بروتين الشعر، يقوي الشعر، ويقلل من تكسره وتقصفه، يزيد من رطوبة الشعر، كمان يقلل من تجاعيد الشعر، كمان يزيد اللمعان، ويلطف فروة الراس. ده بالنسبة لزيت جوز الهند. بالنسبة لزيت اللوز برضو كلهم في نفس الإطار يعني تقريبا، يعني ينعم الشعر، يغذيه، يزود النمو بشكل صحي ولامع، يحمي الشعر من أشعة الشمس، يحافظ على صحة فروة الراس، لأن فيه مضادات للبكتيريا والفطريات، يعمل على تنظيف فروة الراس وتطهيرها، المحافظة على رطوبة الشعر، وتحفيز نمو الشعر، ويقلل السقوط. كل دي حاجات يعني ايه بعض مميزات زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو للشعر. كمان زيت الخروع، ممكن بقى تحطي زيت زيتون، ممكن تحطي اي زيت جوجوبا، ممكن تحطي اي نوع زيت تاني.
انا كده هنحط كمان عليهم حبه من زيت الجرجير. زيت الجرجير ده عاملينه سوا على القناه، وطبعا معروفه جدا فوائد زيت الجرجير. كده احنا حطينا بعض الزيوت على نواة البلح المطحونة دي. هتحطيها في كيسة نايلون سودا او في شراب اسود او في اي قطعة قماش غامقة، وهتحطيها في مكان موصلهوش للضوء لمدة اسبوع، والاحسن 10 ل 15 يوم. ومن فترة للتانية هتردي الازازة كده وهتحطيها تاني. بعد الفترة دي ممكن تستخدميه للشعر. هتستخدميه ازاي؟ هتحطي على فروة الراس وتدلكي تدليك خفيف لمدة ساعتين 3، وبعد كده هو تغسليه بالشامبو وخلاص على كده. كم مرة في الاسبوع؟ مرتين في الاسبوع. او لو انت من نوع الناس اللي تدهن شعرها زيت، ممكن تدهني منه طبقة خفيفة كده في شعرك وتسيبيه من حماية لحماية، مفيش فيه اي مشكلة. نواة البلح فوائدها عظيمة وكتيرة جدا. حبة البركة، الزيوت اللي حطيناها، كل الحاجات دي تصب في نفس الموضوع، في انها تشيل القشرة، الفطريات، بكتيريا الشعر، تطول الشعر، ترطبه، وتحافظ على صحة الشعر. لو وصلتي معايا لغاية كده يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسينيش في اللايك لو سمحتي عشان الفيديو يترفع لأكتر ناس. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، في امان الله. السلام عليكم.